عمرك فكرت ازاي حياتك بتتأثر بكل بوست، كل صورة، وكل فيديو بتشوفه على السوشيال ميديا؟ قيمنا، مبادئنا، أخلاقنا، حتى طريقة ردود أفعالنا بقت نسخة من اللي بنشوفه كل يوم. مؤثرين بيقولوا لنا ناكل ايه، نشرب ايه، نفكر ازاي، ونتكلم ازاي. حياتك بقت زي فيلم، بس المؤثرين هم المخرجين، وانت الممثل اللي بينفذ من غير ما يحس. كل لايك وكل فولو بيوضح جانب من شخصيتك، وبيرسم لك طريقك اللي هتمشي عليه. انت بتتابع مين وبتسمح لمين انه يأثر عليك؟ الناس اللي بتتابعهم هم اللي بيحددوا اما انك تكون انسان هادف وناجح او انسان تافه وسلبي. بس الموضوع مش بيقف هنا. السوشيال ميديا للأسف بتأثر على ديننا بشكل خطير، بتخلينا نتعود على الحرام، بتبعدنا عن الحلال والحاجات اللي المفروض نعملها، بتبين لنا الحلال على انه تخلف ورجعية، والحرام على انه تقدم وتطور. حاجات غلط وخطيرة بتتقدم لنا كأنها موضة او حاجة عادية، وللأسف الموضوع ده بيبعدنا عن ديننا خطوة بخطوة من غير ما نحس. زمان كانوا بيقولوا قل لي من تصاحب أقل لك من أنت، أما دلوقتي فأنا بقول لك قل لي من تتابع أقل لك من أنت. شباب، أهلا بيكم في حلقة جديدة. أنا هحكي لكم حكايتي على السوشيال ميديا، وإزاي بدأت وإزاي تطورت، والناس اللي أنا كنت بتابعهم في الأول والناس اللي أنا دلوقتي بتابعهم. بس الأول خلونا ناخد جولة على السوشيال ميديا ونرجع تاني. في صفحات على الفيسبوك اسمها غريبة جدا، اكس ترو كويستشن مش عارف ايه. الصفحات دي عليها ملايين من المتابعين، كل اللي فيها تفاهة وسف ومش عارف ايه، والبوستات على مدار الساعة. يعني انت بتلاقي مثلا في الساعة الواحدة 6 7 بوستات. فانت لو بتتابع الصفحات دي على الفيسبوك فهي هتضيع وقتك، وكمان هتأثر عليك غصب عنك. ما يحطوا افكار وحاجات في دماغك انت مش هتاخد بالك منها دلوقتي، بس على المدى البعيد هتأثر عليك. وبصراحة يعني انا كنت بتابع الصفحات دي، صفحات روشة يعني، تنزل بوستات مضحكة ومش عارف ايه. اظن في 2021 كان في باين هجوم على فلسطين او غزة بالتحديد يعني. انا كنت مستغرب يعني ان الصفحات دي كلها ولا صفحة واحدة منهم نشرت عن فلسطين. وانا فاكر ان انا بعت ليهم للصفحات ديت وقلت لهم بيتكلموا عن فلسطين. يومها كنت ببكي، كانت حالتي صعبة، وكرهتهم من يوميها يعني، وبطلت المتابعة. لأن إحنا دلوقتي معلش إحنا اتعودنا على اللي بيحصل في غزة، لكن وقتها لأ، كانت حاجة كبيرة يعني. أول ما بتحصل حاجة كان بيبقى فيه ضجة وكده. فالموضوع بقاله يوم واتنين ومش عارف إيه، والصفحات التافهة دي عمالة بتنزل ضحك وهزار. فكان حاجة مستفزة جدا يعني، وغاظتني. أنا كرهتهم ولغيت المتابعة من وقتها. فاحب اوجه لهم رساله من على منصتي الصغيره ديت، اقول لهم حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم. احنا دلوقتي مفيش حرج ما بيننا، ندخل على الشخصيات المشهوره حتى لو كانت شخصيات مش كويسه، محدش يلومني. انا دلوقتي بتعامل كاني شاب زيكم، ومعرض للسوشيال ميديا ومعرض للحاجات الوحشه اللي بتبقى على السوشيال ميديا. دلوقتي من اكتر الممثلات المشهورات او اللي الناس بيتكلموا عليها هي اسماء جلال. انت لو دخلت على صفحتها فمش هتشوف الا التفاهه والعري والانحطاط وكل حاجه وحشه. كبنت او كولد او كانسان عاقل في الدنيا، انت لما تتابع اسماء جلال اكيد عمر حياتك ما هتتحول للافضل. الغريب مع صناع المحتوى او المؤثرين عامه هو انه لما يجي وقت المفروض ان هو ينصحك او يأمرك بالمعروف او يقول لك حاجه صح، فهو بيقول ان في ناس اصح مني تتكلم في كده، وعشان كده انا هبتعد عن الكلام عن الدين. طيب انت بتستخسر نصيحة في وسط الكلام. اصلا انت المحتوى بتاعك كله ضد الدين، ضد الاخلاق، ضد العادات، ضد التقاليد. من اكتر الشباب دلوقتي المشهورين اللي فيديوهاتهم عليها فيوز كتيرة، الفيديوهات بتاعته عليها ملايين المشاهدات. قذرة، هتبقى حلقة قذرة. فأتمنى لو انت بنت مش مستعدة شوية للألفاظ القوية أو للكلام القوي ما تكمليهاش. صادفني بوست من فترة، من أسبوع كده، كان بيريت أفضل 5 بطات لفنانين. أنا كنت بشوفه وبعد كده قعدت أفكر في حاجة. في لجنة تقييم للبطات معمولة، وفي واحد قاعد ورقة قلم بقى بيتابع، اللي هو زي التداول كده، اللي هو ايه ده بط مان السيد صاعد سنه هيدي كرم دخلت بصعوبه كده. فكان في بطات اولمبيكس. يعني اكتشفت ان في ناس بيبقى عندها مشاعر جنسيه ناحيه البط، وانا بطيء كويس. مش حابه اشوف. الهلس والاسفاف هم اساس الترند في مصر. بني ادم مقرف. كومنتات بتقول ان ازاي البنات اللي قاعده معاه بتضحك ومبسوطه، وازاي بتسمح لنفسها انها تسمع الكلام ده. يعني حاجه منتهى قله الادب والقذاره. تخيلي الفنان ده مين وغني. انا قول اسفه بقى انا عادل اسفه. امام مثلا، قول بجد صعب عزيز عليك. بركه والنبي. لا مفيش اسف.
هو اولا بندق اللي قاعد على الشمال ده دي المفروض خطيبته ولا مراته معرفش، بس هي واحده تخصه، يعني ازاي قابل ان هي موجوده وعادي ومفيش مشكله. ثانيا القايمين على البرنامج ليه يبقى جرس واحد وراجل غريب وبنت المفروض هيخبطوا على الجرس ده، فهو كده كده لازم هيخبط ايه ده. فكل دي سموم بتتبسلنا، بيبينوا لنا الحرام على انه حاجه عاديه، ناخد بالنا من الكلام ده. ندخل بقى على التيك توك، وده البلوه الكبيره يعني. التيك توك انا بصراحه مش فاهم الناس اللي بتتفرج عليه واللي بتشهر العيال التافهين اللي عليه دول. الفلقة فلقة ايه؟ الفلقة بتاعت شنبك وحشتني. بيجي لك واحد مش بيعمل حاجه، مش بيقدم لك محتوى، هو بس بيفتح تيك توك ويقعد يتكلم، يفتح تيك توك ويقعد يتكلم حرفيا، بس يتكلم بقى مع بنات مع ناس، يتكلم في اي حاجه ملهاش اي لازمه. انت غلبان في عقلك لدرجه ان انت تدي فلوس كده لواحد انت ما تعرفوش من غير حاجه، يعني ليه بتعمل كده؟ اغلب الناس اللي بتتابع التيك توك دول هم عيال صغيره، يعني مراهقين اقل من 15 سنه. بس بصراحه انا ما بحترمش اي واحد بيطلع على التيك توك لانه بيعمل حرام كتير. اولا الفلوس اللي بياخدوها ديت حرام، ثانيا الكلام والايحاءات الجنسيه وكل البلاوي دي كلها حرام في حرام. فبصراحه يعني بيبقى انسان قذر، انسان شحات وجربوع قوي يعني. نور حلوه هذه، منين طاحت فين الصبايا الحلوات بعد ما غبت رازه؟ خلاص دي زي مرات. كلها ايحاءات جنسيه وبلاوي، كلها كلام تافه وقذر. كل ده هدفه انت عشان ياثروا عليك ويغيروك. تامر حسني على الانستجرام اغاني ورقص وكلام كله تافه وملوش لازمه، عامل لي فيها باتمان وبيطير ومش عارف ايه وكده. والناس اللي واقفين في الحفلات، العبيد اللي واقفين تحت دول هم عبيد يعني، لا اكثر ولا اقل. صراحة انت كشاب صغير او انسان بيطمح وبيأمل ان هو عايز يبني مستقبله وعايز يبقى انسان ذو قيمة في المستقبل، اكيد لما تتابع واحد زي تامر حسني فحياتك مش هتحول للافضل يعني بأي شكل من الاشكال. احنا مش هينفع نتكلم عن المؤثرين وكده من غير ما نتكلم عن كريستيانو وميسي مثلا. لو فتحت صفحته مش هتشوف عليها غير اعلانات، مش هتشوف عليها مثلا هو بيبوس مراته مثلا زي الصورة اللي قدامنا ديت، مش هتشوف عليها اي حاجة مفيدة، فمش هيساعدك في ان انت تتقدم وتنجح. هو مهما كان فهو لاعب كورة برضه في الاول وفي الاخر، يعني ما حررش الاقصى يعني. انا مش هضحك عليك، واحد مثلا نموذج زي كريستيانو رونالدو فهو انسان مجتهد ومش عارف ايه واشتغل على نفسه وطور نفسه، ومش اي واحد بيوصل اللي هو وصله والكلام ده كله حلو. بس ده لا واحد مسلم و صفحاته كلها بينشر حاجات ضد ديننا، وفي السعودية أصلا بيروح يعمل بلاوي كل إيحاءات جنسية، مش عارف الاحتفالات اللي بيعملها، كل الحاجات ديت كلها حاجات قذرة يعني. فما أنا ما أظنش إن إنسان في كامل قواه العقلية يعني إنسان بيحترم نفسه هيتابع واحد زي رونالدو يعني. معلش، في نماذج كتير جدا في بلادنا العربية على مدار التاريخ، ونماذج موجودة حاليا تستحق ان نحتذي بهم يعني بدل كريستيانو عمك باي ذا واي. بص يا حبيبي، انا هجيبها لك من الاخر. ربنا سبحانه وتعالى هو اللي خلقنا، هو اللي خلى فينا الفطره، والفطره دي زي البوصله، الفطره دي هي اللي بتعرفنا الصح من الغلط. فعشان كده اي انسان بيعمل حاجه مخالفه للفطره دي ما بيكونش مبسوط وما بيكونش سعيد، وبيكون من جواه متاكد 100% ان اللي بيعمله غلط وما بيكونش متصالح مع نفسه. من الاخر يا باشا، السوشيال ميديا بتأثر عليك بشكل كبير جدا جدا، وبتأثر عليك بشكل لا واعي انت ما بتحسش بيه. فمهم جدا انت تختار الشخصيات اللي انت بتتابعها، لانها هي اللي هتحدد شخصيتك في المستقبل. في شخصيات كتيرة كويسة انا بعرضها قدامك دلوقتي، ممكن تتابعها وتتابع شخصيات تانية انت مقتنع بيها، وتتابع شخصيات في مجالك. لو هبدأ بان انا انقل لكم تجربتي الشخصية. انا لما بدأت على السوشيال ميديا كان عمري حوالي 15-16 سنة. اول لما نزلت وبقى عندي حسابات على السوشيال ميديا بصيت حواليا وشفت الشباب اللي حواليا. عشان تبقى شاب روش زي ما بيقولوا، انت الاول بتبدا بان انت تتابع حسابات مشاهير زي شاكيرا، زي داروك، زي رايحانا، زي كريستيانو رونالدو، ميسي، نيمار وكل الهيصه دي. ده بالنسبه للاجانب. اما بالنسبه للعرب فكنت بتابع ناس زي تامر حسني، محمد هنيدي، ياسمين صبري، مش عارف ايه، كل الناس دي. فدي كانت البدايه. بعد شويه حسيت ان انا مش مبسوط بمتابعتي للشخصيات الاجنبيه، بالاخص المشاهير ولاعبين الكوره اللي انت بتشوف
مناظر مش كويسة عندهم. بتشوف مثلا نساء شبه عاريات، مش عارف ايه، هزار بايخ، كلام احنا اصلا مش فاهمين. يعني احنا كعرب وانا كواحد فاهم انجليزي، الهزار بتاع الامريكان او ال الاوروبيين انا ما بتفهمش اغلبه. فحسيت ان انا بتابعهم بدون اي سبب، بدون اي فايدة. فبدأت بان انا الغي المتابعة للمشاهير الاجانب زي مثلا شاكيرا، ذا روك والناس دي. يعني انت فاهم قصدي، انا مش بتكلم عن شخصيات معينة، بس انا بديك ايه، نماذج. فتخلصت انا من اغلب لاعبين الكوره طبعا المشاهير اللي مالهمش لازمه. كنت لسه طبعا بتابع الممثلين العرب والمصريين. مع الوقت برضو حسيت ان الموضوع مش مفيد، بالاخص النساء الممثلات العرب. فهم يعني حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم، هم كانهم واخدين توكيل من الشيطان ذات نفسه، بان هم يفسدونا في كل حاجه. فالصور اللي مش كويسه، الكلام اللي مش كويس، وجهات النظر السم اللي بيدسوه في العسل لينا، كل الحاجات دي خلتني الغي المتابعه لكل الممثلين اللي انا اعرفهم، عشان برضه حسيت ان هم مش بيفيدوني في حاجه. يعني مهما انا عملت او مهما اتفرجت عليهم مش هستفاد، وحياتي مش هتغير الافضل. والحمد لله دلوقتي بقيت بحاول وبجتهد ان انا اختار ناس هادفين وناس هيخلوا حياتي افضل. وحتى في ناس مش هيغيروا حياتي الافضل، في صفحات للانترتينمنت مثلا او للضحك للهزار. حتى الصفحات دي بختارها بشكل انها ما تضرنيش. يعني هي لو مش هتفيدني فهي مش هتضرني، بتسلى بيها في وقت فراغي بس ما تضرنيش. حاليا اظن اكبر عائق قدامي واكبر تحدي قدامي دلوقتي مع السوشيال ميديا هي الوقت، لانها للاسف بتاخد وقت كبير من وقتي. صحيح انا ما بفتحهاش كتير، لكن مجرد ما بفتحها I get hooked in. مش عارف يعني ايه بالعربي، بس انه بلزق فيها. مثلا افضل اقلب في الريلز، اقلب والوقت بيعدي وما بحسش. فهو ده التشالنج دلوقتي او التحدي الموجود معايا على السوشيال ميديا، وان شاء الله اشتغل واجتهد على ان انا اقلل الوقت اللي انا بقضيه على السوشيال ميديا.